الملك ملكه ما في الكون له مملوك. يا فارج الهم وقت الضيق والضنكه، رجوك فرج لعبدك يا كريم رجوك. وسامحه لا دخل مضطر في عركه، القاسمي جاء ناتف سيفه المفتوك. الليل يا ابو عباد بالعقل والحنكه، بادر برد الجواب الشافي المسبوك. وهذه القصيدة من أقوال الشاعر القدير أبو عباد ناصر عباد السلامي، وهي جوابا مردا على الشاعر الكبير علوي قاسم الرياوي اليافعي وشكرا. شعرك المحبوب يا ابو عباد، جهز الجرمل مع الشلكه وفوق ميراج حرب زوكي يا بزوك.
سلكه وفوق ميراج حرب زوك يا بزوك دمر حصون ومحجور بكهربته ما ترجع إلا وهو في قبضاتك ممسوك دمر حصون ومحجور بكهربته لا ترجع إلا وهو في قبضاتك ممسوك والآن براجع الدفتر وبفكه واقرأ لك الخط واشرح سيره المسلوك والآن براجع الدفتر وبفكه واقرأ لك الخط واشرح سيره المسلوك كانت تعاني من الإيجاد والركه وانا وياك انت شلناها سوا يا اخوك كانت تعاني من الإيجاد والركه وانا وياك انت شلناها سوا يا اخوك لبستها التاج والفستان والمسكه خليتها مثل عقد الولد مشكور
فوق الركاب مسبوق ما باني فرق بالو نشتبك شبكة أو يوصل الدم لا فوق الركاب مسبوق شبكة أو يوصل الدم لا فوق الركاب مسبوق راجع حسابك وصك الباب إذا سكه صدق كلامي ولا تسمع لي غشك حلمتني حملي خل العظم محتكة حملتني حملي خل العظم محتكة وانا من الناس ذي ما عمرهم غلطوك وانا من الناس ذي ما عمرهم غثوك والحق مرضى والقبل بنتك نكه والحق مرضى والقبل ينتك نكه وذي مع حق رجع حق المنهوك ايش باني سوي اذا البابور بهشكه في وسط صحراء مخلي طاقم اشبعني سوي ذا البابور بهشكه في وسط صحراء مخلي طاقم مربوط كل ما تحاول تعبد رجل السكه غروا عليك الضباع الجويع يذوق كل ما تحاول تعبد رجل السكه غروا عليك الضباع الجويع المفسدين حانبين في الحلق كالشوكة لا رثيا وأحوالنا يا أخي ولا رثيا المفسدين حانبين في الحلق كالشوكة لا رثيا وأحوالنا يا أخي ولا رثيا كل واحد نبى وامتلا بنكه لهم والشعب في قوته ولا هم كل واحد نبى وامتلا بنكه لما والشعب في قوته ولا هم جعل لهم نار تلك روحهم هلكه امين يا الله باسم الكادحين ندعوك